النهارده انا جاي اقول لك عن 4 خرافات عن الجيم انت لو مشيت وراهم هتروح في داهيه وهتودينا معاك. يلا بينا. اول خرافه معانا يا بطل انك لما بتقعد من التمرين فعضلاتك بتتحول للدهون. طبعا الكلام ده ملوش اي اساس علمي. الفكره بس اللي بيشوفك بيلاقي زدت دهون. طب ليه بيقول لي كده؟ اقول لك انا. الفكره ان انت لما بتقعد من الجيم سرعه الحرق عندك بتاعتك بتقل بسبب ان انت ترجع تاكل دهون وحاجات تانية وحشه. غير كده ان الكتله العضليه بتاعت جسمك بتقل وحجم العضله بيقل، فاللي بيشوفك بيفكر بس اللي انت عندك دهون بمجرد ان الدهون بتبقى عندك متخزنه تحت الجلد مش في العضله. طبعا الحقيقه دي غلط تمام بسبب تركيبه العضلات غير تركيبه الدهون، فما ينفعش تحول دي لدي زي كانك بتقول لي يا كوتش تعالى حول لي الخشب لدهب. تاني خرافه معانا انك تتمرن تمرينه الكارديو قبل التمرين. مدربين كتير بيفكروا ان طريقه الحرق الاولى والاخيره هي حرق الدهون عن طريق الكارديو. طبعا الكلام ده غلط وبيخلوك تلعب من نص ساعه وبالساعه على الكارديو. طب ايه المشكله اللي بتحصل من تمرين الكارديو قبل التمرين؟ الفكره وحاجتين. المشكله الاولى انك بتبقى حاطط هدف التخسيس في دماغك، فانت بتعمل نظام غذائي على اساس التخسيس قليل السعرات الحراريه، فبالتالي انت لما بتلعب كارديو بتلعب كتير قوي، فبالنسبه انت بتحرق سعرات ياما قوي وانت اصلا سعراتك في النظام الغذائي قليله، فبالتالي انت بتاخد من العضلات وبتعمل هدم عضلي. المشكله الثانيه انك لما بتلعب كارديو قبل التمرين انت بتنفذ كل طاقتك، وبالتالي لما تيجي تدخل على تمرينه الحديد يا بطل انت ما بتقدرش تشيل اوزان كتير، فبالتالي مش هتعرف تعمل كتله عضليه. طب حلها ايه؟ حلها بسيط جدا، انك تلعب تمرين الكارديو بعد تمرين الحديد، لان تمرين الحديد بيخلص على مخازن الجلايكوجين كلها اللي هي المخازن السكريات، فلما تيجي تلعب كارديو انت الطاقه الوحيده اللي بتبقى متاحه للجسم انه يحرقها هي طاقه الدهون. تالت خرافه معانا انك عشان تشيل اوزان كتير وعشان تحمي ظهرك البس حزام الظهر. ناس كتير بتفكر ان حزام الظهر ده هو هوبا اللي خلاص بقى اللي هيحمي ظهره واللي هيخليه يشيل اوزان كتير، والكلام ده غلط. المشكله لما بتربط حزام الظهر اول حاجه انت بتضعف عضلات القطنيه اللي ربنا اصلا عاملها لك عشان تحمي لك سلسله العمود الفقري. تاني حاجه بيزود ضغط الدم جدا وده بالتالي بيخليك عندك ضعف في العضلات وبيعرضك للاصابه اكتر. تالت حاجه بيديك احساس وهمي اللي انت خلاص بقى انت امام 100%، فبيخليك تشيل اوزان اكتر وده بيعرضك للاصابه اكتر. طب حلها ايه؟ حلها بسيط جدا، ما تلعبش وحاول تلعب بتركيز واتقان الحركه عشان ما يحصلكش اصابه. رابع خرافه معانا العب عدات كتير بوزن خفيف عشان احرق دهون، ولا العب عدات قليله بوزن كبير عشان ابني عضلات. خلينا نتكلم بس في نقطه معينه الاول، ان العضلات ليها ممكن تعمل 3 حاجات. الحاجه الاولى انك تحافظ على كتلتها العضليه، تاني حاجه انك تزيد في الكتله، تالت حاجه انك تقل في الكتله. سبب الخرافه دي زمان كان اللاعبين كمال الاجسام بيتبعوا نظام غذائي جامد قوي وقاسي جدا، فالفكره اللي هم لما بيجي يطلعوا قبل المسرح ب 10 دقايق وب5 دقايق ما بيبقاش عندهم طاقه فبيشيلوا اوزان خفيفه. لما جم اتسالوا قالوا ان هم بيشيلوا اوزان خفيفه عشان بينشفوا. طبعا احنا خدنا بقى المعلومه دي غلط وانتشرت بينا كلنا. طب ايه حلها؟ حلها بسيط جدا، مفيش حاجه اسمها تمرينات او عدات بتنحت العضله، مفيش الكلام ده. عايز تقل دهون في عضله معينه لازم تقل في دهون جسمك كلها. بس كده يا بطل، دي كانت المعلومات اللي كان عندي اقولها لك النهارده، اتمنى اكون فدتك بيها. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب في الكومنت تحت انت عايز الفيديو الجاي عن ايه.